بتدعو لانتخابات برلمان قبل الدستور ورئيس قبل الدستور، كنت حاطط في ذهنك أن تفيد الإخوان المسلمين أو أي تيار سياسي، وإنما كنت بتفكر في مصر بس؟ ده سؤال فيه اتهام، وأنا لا أقبل الاتهامات يا أستاذ حسين. أنا بسأل حضرتك. أنا راجل مهني ومحترم وما بردش على أسئلة من هذا النوع، لا تؤاخذني يعني. بجد أنا راجل مهني ومحترم، وأنا ردت على وما كتبته في هذا الموضوع قلت فيكم كل ما يعنيني. إنما الطريقة دي في هذه الأسئلة أنا أرفضها تماما، ولا أجيب عليها، ولم أجيب عليها مع أي حد. يعني حضرتك كنت نزاهة مني في هذا الشأن لا تؤاخذني. نعم، ما يصحش. أنت عملت الكلام ده كله وأنت بتفكر بس في مصلحة مصر وليس لأي تيار سياسي. مش هرد عليك، بجد مش هرد عليك وغاضب منك. انت تسالني. انا كنت بنقل لك اخر، بقول لك انا مش هرد عليك وغاضب منك سالتني هذا السؤال، واسف ان انا حضرت. يعني استاذ طارق، انا كنت بنقل لحضرتك وجهه نظر اخيره في هذا الموضوع، وانا عارف ان انت يعني استقامتك ونزاهتك، وانا قلت لك رايي خلاص. طيب انا قلت لك رايي. انا اؤكد على احترامي الكبير ليك واستقامتك ونزاهتك، كنت اريد ان اؤكد هذا امام الراي العام، واعرف انك كنت دائما ابنا مخلصا انا لا احتاج لهذا التاكيد. تمام، انا متاكد جدا. انا بشكر سياده المستشار طارق البشري، وهو المفكر والفقيه القانوني المعروف. في نهايه هذه الحلقه، معادي معكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من